عمرك كتبت 10 متغيرات عشان تخزن 10 أرقام؟ لو بتعمل كده فأنت بتعذب نفسك. ليه بقى؟ لأن النهاردة هنعرف سر من أسرار بايثون، حاجة هتخليك تكتب كود أقل وتفهم أكتر. هنستخدم الليست بايثون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الرحمن الديب، ولو أول مرة تشوف القناة، هنا بنتعلم البرمجة ببساطة ومن غير تعقيد، وكمان بنشرح السايبر سيكيورتي. والفيديو ده من سلسلة تعلم بايثون، فلو ده عجبك دوس اشتراك من دلوقتي. طيب تعالوا ندخل في الموضوع على طول. يعني ايه ليست؟ بص يا سيدي، ببساطة كده الليست هو الصندوق اللي تقدر تحط جواه أكتر من قيمة. ممكن تحط جواه أرقام، كلمات، أو أي حاجة في متغير واحد بس. طيب تعالوا ناخد مثال، والمثال بتاعنا ممكن نكتب names equal وليكن عبده، تمام، وعلي مثلا، ونقول له print عايزك تطبع لي النيمز دي، تمام. وزي ما انت شايف كده طبع لي الليست كلها. وكده انا خزنت اسمين في متغير واحد من غير ما اوجع دماغي. طيب دلوقتي انا عايز اعرف بقى الليست دي بتشيل ايه جواها. الليست الحلو بقى فيها انها مش بتشيل نوع واحد بس. يعني ايه بقى؟ يعني بتشيل ارقام ونصوص وبوليان، كله شغال زي الفل. طيب تعالوا ناخد مثال كده ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. وليكن مثلا نقول له متغير اسمه داتا، ونحط فيه مثلا رقم 10، ونحط فيه اسم وليكن مثلا محمد، ونضيف له مثلا 3.5، اي حاجة يعني، ونضيف له true، تمام. تمام، ونقول له عايزك تطبع لي برنت للداتا، تمام، وندوس رن. وزي ما انت شايف كده طبع لي كله ومفيش اي ايرور والدنيا زي الفل. طيب دلوقتي بقى لو انا عايز اوصل لعنصر معين في الليست، انا مش عايز اطبع الليست كلها، لا، بس وليكن مثلا انا عايز اطبع اول حاجة في الليست. هعملها ازاي؟ دلوقتي عايزين نعرف حاجة في الأول، إن بايثون بتبدأ العد من صفر مش واحد. يعني إيه من صفر مش واحد؟ يعني إحنا لما بنيجي نبدأ ونقول واحد اتنين تلاتة أربعة، لأ، بايثون بتقولك لأ، أنا هبدأ من صفر. يعني رقم 10 ده بيبدأ من صفر. طيب تعالوا ناخد مثال ونفهم أكتر. نقول لك مثلا أنا عايز أطبع، أقول له برنت عايزك تطبع لي داتا، وليكن مثلا عايزك تطبع لي منها أول حاجة، وهنقول له، وقلنا أول خانة ديت بصفر، ونقول له عايزك تطبع لي صفر، أو أول خانة. وزي ما أنت شايف كده طبع لي 10. طيب تعالوا دلوقتي بما إنك فهمت العد، لو أنا عايز أطبع 3.5 دي هطبعها إزاي؟ بالظبط كده، هتحط له رقم 2. تمام تمام. كده احنا عرفنا إن العد بيبدأ من الصفر مش الواحد. عايزك تتعود بقى من دلوقتي. طيب دلوقتي احنا لو عايزين نضيف عنصر جديد أو نزود عنصر في الليست، أعمل إيه؟ أقول لك دلوقتي. تعالوا نشوف الدنيا هتعمل أو هتمشي إزاي. لو أنا عايز مثلا أضيف عنصر جوه الداتا، وليكن مثلا عايز أضيف اسم مثلا، هنضيف اسم المتغير اللي هو بتاع الليست، وهنقول له داتا دوت، عايزين نضيف append، تمام. وهنضيف مثلا وليكن اسم، هنقول له ضيف لي وليكن عبده مثلا، تمام، وندوس رن. زي ما انت شايف كده ضاف لي عبد. طيب انا لو عايز اقول له برنت داتا، شيل دي كده، تمام، وندوس رن. زي ما انت شايف كده ضاف لي عبده في الليست. وكده انا ضفت عنصر. طيب
لو انا بقى عايز امسح عنصر معين، هنعمل ايه؟ هتشيل ابند دي وتقول ريموف. ريموف. تمام. دوسنا ران، قال لي عبده مش موجود اصلا لان احنا دوسنا ران مرة. زي ما انت شايف كده شال لي عبده. هنا لما انا عملت وجاب لي الايرور ده عشان انا ضغطت مرة على ران واشتغل الكود فراح حازف عبده، وبعد كده ضغطت رن تاني ملقاش عبده فظهر لي ايرور قال لي ان عبده اصلا مش موجود. اه زي ما انت بيقولك الاكس مش موجود في الليست. فانا عايزك تيجي تقرا الايرور هنا وتفهم مع نفسك وتشوف الدنيا ماشيه ازاي. ليه بقى الليست مهمه؟ لانك هتستخدمها في الالعاب وفي المواقع وفي الذكاء الاصطناعي وفي اي برنامج محترم. لو حاسس بقى ان الفيديو ده فادك دوس لايك، ولو لسه مش مشترك اشترك دلوقتي عشان اللي جاي اقوى بكتير. في الفيديو اللي جاي هنتكلم عن الليست مع اللوب وهنعمل شغل جامد. اشوفك في الفيديو اللي جاي.